سطور الصحافة من بريس 23 أستهلها معكم أنا لامار الكندي بقراءة سريعة لأهم ما ترمزته الصحف العربية والأجنبية عناوينها لليوم، والبداية للصحف العربية. ماجد كيالي في العرب اللندنية يكشف خريطة الميليشيات المسلحة في سوريا. السفير اللبناني نصر الله يمهد لمعركة حلب ويقلل من أهمية الدور الروسي. الحياة اللندنية تحرير الفلوجة يطرح مصير داعش في الموصل. القدس العربي حكومة إقليم كردستان تطالب إيران وتركيا التوقف الفوري عن قصف المناطق الحدودية داخل الإقليم. صحيفة الوطن السعودية الأقليات وتكاثر الدول. يدعو أحرنوت الإسرائيلية أردوغان لن يتراجع عن نيته الوقوف على رأس الكتلة الإسلامية الأكثر تطرفا. نيويورك تايمز التمرد الدبلوماسي الأمريكي استدراج خاطئ للتدخل في سوريا. صحيفة وفاق الإيرانية متسائلة عن الثمن الذي تسعى أمريكا إليه مقابل رأس داعش. وصلنا لختام جولتنا لسطور صحافة من بريس 23. ابقوا في أمان الله، إلى اللقاء.